السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله فيديو النهاردة هنعمل فيه السمان. احنا ندخل في المقادير على طول. احنا جايبين 6 سمانات، وجايبين والحوايج بتاعت السمان قطعناها بالشكل ده، وشوية ملح وفلفل وبصلتين مفرومين فرم كويس يعني، علشان بقى اقيس الرز. وطبعا ايه الرز، عشان نقيس الرز على السمان هنعمل ايه؟ كل سمانية هنجيب لها كبشة رز كده. اذا ان انا ايه هجيب هما 6 سمانات، يبقى 6 كبشات من الرز، كبشات يعني مع كويسة مليانة يعني. ال6 سمانات دول هياخدوا كوباية ونص رز، بس انا مزودة كوباية كمان علشان ممكن ايه تحطي الرز تحت السمان وتقدميه، والرز ده بيتاكل بيبقى طعمه جميل جدا يعني. فدلوقتي هنبدأ بقى يا جماعة. طبعا السمان أول ما نجيبه هنغسله غسلة كويسة جدا، هو بيتغسل زي الفراخ بالظبط. بتحطي طبعا عليه دقيق وملح وليمون، يعني بالظبط زي طريقة الفراخ. وطبعا كمان بتغسليه بقى كذا غسلة كويس، وبتصفيه في الآخر. بعد كده احنا جبنا بقى السمان اهو بعد ما نضفناه كويس. بنورقه يعني ايه يا جماعة؟ يعني بنبعد الجلد كده عن اللحم كده. هنورق السمان كله وبنفصل الجلد عن اللحم، عشان ده هنحشيه بعد كده. وطبعا بنحشي من جوه كمان. دي اول خطوة في السمان. بعد كده هنجيب السمان، انا بكسر الصدر بتاعه كده، بنكسره ليه بقى؟ علشان السمانة بتبقى كده مبططة كده، ولما نحشيها تبقى مليانة وشكلها جميل كده اهو. فهنشوف مع بعض دلوقتي ان شاء الله بعد ما نيجي نحشيه. هنعمل السمان كله بالشكل ده، وبعد كده ان شاء الله هنيجي بقى على البوتاجاز، ناخد الحوايج ونبدأ نسويها على البوتاجاز، ونسوي الرز معاها كمان. فتعالوا بقى معايا على البوتاجاز. بعد قبل بقى ما نروح نعمل الرز على البوتاجاز يا جماعة، احنا كنا حاطين هنا ملح وفلفل. هنبدأ زي ما تقولي هنتبل يعني السمان بالملح والفلفل علشان نديله طعم بين الجلد وبين اللحم كده. نتبله بسيط قوي علشان بس ايه نديله طعم كده، ويبقى طعمه مملح شوية يعني. وفي القلب كده برضو يا جماعة، بصوا بصبع كده تمليحة خفيفة قوي كده. وهنعمل بقى كل السمان بالشكل ده بين الجلد وبين اللحم كده، وفي القلب برضو من جوه كده، علشان السمان يبقى له طعم. دلوقتي بقى هنروح نعمل الرز على البوتاجاز. دلوقتي بقى يا حبايبي هنبدأ في الخلطة بتاعت الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى الايه الحوايج بتاعت السمان كده. طبعا تكوني حاطه ماده دهنيه، اي ماده دهنيه اللي انت عايزاه حطيه. بقى للحوايج دي شويه ملح وفلفل كده، مش كتير عشان لسه ايه خطوات ثانيه هنحط فيها برده ايه ملح وفلفل كده. لون الحوايج اتغير اهو يا جماعه، ويعني سخنت كده على البوتاجاز. هنحط لها بقى ايه نص البصل، عشان النص التاني هنحطه مع الرز. وهنقلب بقى كده، هنفضل في التقليب كده لغايه ما البصل ايه يعني نشوحه بسيط كده. مش عايزه احمره، انا عايزه بس اديله تشويحه بسيطه كده. انا اديت تشويحه للبصل مع الكبد والقوانص بتاعت السمان. هديلها بقى بق ميه صغير قوي علشان تستوي فيه. الميه دي مش بتاعت الرز اللي هيستوي فيها، لا، دي الميه دي علشان تتشربها الحوايج، واديلها شويه تسويه كده عشان ما تبقاش نيه في قلب الرز. فهنسيبها ايه تستوي شويه. دلوقتي احنا سيبنا الحوايج مع البصل خدت التسويه بتاعت 5 دقايق كمان، وشربت الميه اللي انا حطيتها. دلوقتي بقى احط الرز يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الرز وهنحط عليه باقي البصل بقى. وبعدين هنحط كمان شويه ملح وفلفل، وحاولوا تكتروا الفلفل شويه يا جماعه. يعني انا ايه هاخد برضه شويه فلفل كمان، لان الطريقه دي عايزه فلفل يعني بكميه حلوه. هو اساسها الفلفل الاسود.
وهنقلب بقى كده لغايه ما الرز يسخن. دلوقتي انا شوحت الرز كويس يا جماعه لغايه ما سخن جامد. هنحط له بقى ايه يعني مش زي الرز العادي، هنحط دول كوبايتين ونص رز هنحط لهم كوبايتين ونص ميه، لا احنا هنسويه نص تسويه. فانا هحط ايه بتاع كوبايه ميه بس، يعني يا دوبك ايه اغطي وشه بس كده، يا دوبك بتاع يعني حوالي كوبايه كده. احط له بقه كمان كده بس كوبايه، يا دوبك بقى يتشرب الميه وهقوم طافيه عليه واسيبه يبرد وابدا ايه نحشي السمان مع بعض. دلوقتي يا حبايبي احنا خلصنا الرز اهو وسويناه وسيبناه يبرد، يعني الشويه اللي هناخدهم للحشو هنسيبهم يبردوا تماما، ما ينفعش تحشي السمان بالرز وهو سخن. فدلوقتي هنحشي اول سمانيه، هناخد بقى بين الجلد وبين اللحم الاول كده. وخلوا بالكم يا جماعه ما تحشوش بين الجلد واللحم حشو كتير، لان السمان ممكن يفرقع منكم. فانا ايه هاخد زياده كده واحطها في قلب السمانيه من جوه واكمل السمانيه كده. وايه وهسيب فراغ كده بحيث ان هي ايه الرز لسه هيكمل تسويته. وبعدين بعد كده هنقوم بقى مكتفين السمانيه كده، وهنحط الرجل التانية في قلب الرجل الاولانيه كده. وبعدين هنحشي بقى الرقبه، هنفتح كده الرقبه ونحشيها. برضو مش هحشيها كتير علشان الجلد ما يتقطعش مني، فاحشيها كده على قد ايه يعني ما يعني حشو بسيط كده، بحيث ان هي اما الرز يستوي ما تفرقعش الرقبه. ماشي. وبعد كده هقوم جايبه بقى الجناح كده يا جماعه، اقلبه لورا كده. اقلبه، شايفين بقى شكله من ورا كده السمنيه بقت كبيره وجميله اهي معايا ومبططه كده وبقت جميله. ولسه بقى ما هتستوي الرز لسه هيزيد وهتبقى اكبر من كده كمان. هنكمل بقى حشو السمان كله ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي بقى احنا خلصنا حشو السمان كله، فده الشكل النهائي بقى للسمان. احنا فايدة ان احنا بنكسر الصدر، ان الصدر كده بيدخل لجوه والسمانة بتتحشي بطريقة جميلة وبتتبطط كده، بتبقى شكلها كبير وجميل كده. ودايما ايه بططيها كده من الرز علشان ما تكونش واخدة رز كتير. ورجعنا الجناحات لورا بتديها شكل اجمل كمان. وهي السمانه هي لسه كمان يعني حجمها هيكبر عن كده وتبقى شكلها احلى كمان. فدلوقتي بقى دلوقتي الخطوه اللي بعد كده انا كنت محضره في الصينيه علشان يعني احط تحت السمان الخلطه دي جزر على طماطم متقطعه كده على بصل اي تقطيع، يعني دي هنعملها فرشه للصينيه. وطبعا بنحط لها ملح وفلفل برده او اي توابل انتوا عايزينها يعني. فدي الخلطة اللي هنحط عليها السمان. اولا هتديها طعم حلو، وعلى فكرة الخلطة دي لما بتستوي بتبقى طعمها جميل جدا، يعني ممكن برضو تتاكل جنب الاكل عادي يعني ما بتترميش ولا حاجة. وبعدين هنحط بقى السمان كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. دلوقتي حطينا بقى السمان على الفرشة اللي تحت. وطبعا هنحط ايه شوية مية كده، يعني يا دوبك ما تحطيش ملو الصينية، لا احنا هنغطي بس الخضار، هنغطي الخضار بس. احنا مش عايزين نسلقه يا جماعة، احنا هنحطه في الفرن على فكرة. بس يا دوبك انا غطيت الخضار اهو. وهنجيب بقى ورق زبدة وورق فويل ونغطي الصينية بيه. دلوقتي بقى يا حبايبي انا غطيت صينيه السمان. بحط الاول ورقه زبده عشان تبقى صحيه، وبعدين ورقه الفويل بعديها. وهنحطها بقى في الفرن على درجه حراره عاليه في الاول 10 دقايق او ربع ساعه. وبعدين نوطي بقى درجه الحراره شويه علشان السمان ياخد راحته بقى في التسويه. وهوريه لكم ان شاء الله بعد ما يخلص باذن الله.
ده شكل السمان يا حبايبي بقى بعد ما خلص. انا حمرته في الزيت، وممكن تحمريه في الزيت على البوتاجاز او تحمريه في الفرن، بس اهم حاجه تمسكي السمانيه تدهنيها من الوش ومن الظهر باللبن، لان اللبن اللي بيديله اللون الخطير ده. جربوه بقى ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.